عايزين نتكلم على الصورة بتاعت عبد المنعم اللي انتشرت في مواقع التواصل. كل الزملكاوية علقوا عليها وقالوا كلام غريب ومحدش عارف حاجة. دكتور النادي الأهلي أثبت إن في شرخ في عضلة البطن عند محمد عبد المنعم، وده اللي خلاه يطمن، لأنه حس في الماتش إنه بيسيل دم منه، فبص عشان يطمن عليه. عضلة بطنه يا أخي، هو اللي حاسس مش احنا. كل الناس بتاخد المواقف ديت على انها حاجة سيئة، والمعروف عن لعيبة الاهلي ان هي عمرها ما لا واحد بحاجة وحشة ولا قالت اي حاجة وحشة ولا بتظهر في منظر وحش، لانه جوه مؤسسة محترمة ما يقدرش يعمل اي غلطة. نيجي بقى للصورة التانية اللي تثبت لك ان لعيبة الاهلي بتلعب وهي ساكتة وبس، بتلعب للمكسب وبس، لعيبة رجالة تلعب عشان الفوز وبس. هنا اسامه ابو علي رجلين الاتنين متشرحين ومتقطعين اثناء ما كان رايح يجيب الجون، ومع ذلك ما قصرش ولعب ود النادي الاهلي. ودي تربيه النادي الاهلي، وده اسلوب النادي الاهلي. ومهما تقولوا قولوا، الاهلي نادي البطولات ونادي الحكايات والتاريخ وكل حاجه. انتوا شويه بغبغانات بتردد كلام وخلاص، مش عارفين حاجه. اي نعم، انا بختلف مع عبد المنعم في مواقفه وخناقاته اللي كل شويه المتكرره والانذارات اللي بياخدها واسلوب العصب اللي بيعمله، لكن ده ما يمنعش ان عبد المنعم من رجاله النادي الاهلي وسبب رئيسي في فوز الاهلي في بطوله افريقيا السنه اللي فاتت والسنه دي، لان الهدف اللي جابه احيا البطوله من جديد بعد ما كنا فقدنا الامل بالهدف بتاع مازيمبي اللي اتلغى. تحيه لرجاله النادي الاهلي وابطال النادي الاهلي والجيل الحالي اللي عمل تاريخ للنادي الاهلي مش هيتكرر. واخيرا اهلاوي انا، والفخر ليا، وهفضل اشجع النادي الاهلي لاخر نفس فيا. صباحكم اهلاوي.